عسلامة سلامة، اليوم رجعت لكم بريسيت جديدة وفيديو جديد بوصفة تونسية زمنية. الكمونية التونسية حاجة بنينة برشا. هاي تابعوني باش نوريكم كيفاش نطيبوها. أول حاجة نبداو بها نقصوا البصل جويد كيما تشوفوا ونحطوه في الزيت يتقلى بالكدا بالكدا، نحركوه شوية باش يتقلى مليح. وتويكا نمدو الكبدة. اليوم أنا باش نطيبها بالكبدة متاع الدجاج، الحقيقة أنا تعجبني بالكبدة متاع الدجاج بنينة برشا. كما تشوفوا قصيت الكبدة دي كوب صغار ونظفتها بالكدا وغسلتها وحطيتها مع البصل باش تتقلب بالكدا من الأول. لازم الكبدة تتقلب بالكدا من الأول ونحركوها بطبيعة قبل ما نحطوا الفحات وقبل كل شيء تتقلى ساعة مع البصل. وكيما تشوفوا لهنا الكبدة قاعدة تتقلى وبدأت تسيب. ديما في كل مرة نتفقدوها ونحركوها بشوية. وتو بعد ما قلينا الكبدة نحطو مغرفة كبيرة طماطم كونسونطري. بالنسبة للكمونية ما تحبش برشا طماطم كونسونطري، مغرفة كبيرة تكفي. بالنسبة لهنا أنا نعمل الكونتيتي متاع 4 أفراد 5 أفراد. وتو في المرحلة هذه نحطو الفحات متاعنا فلفل أكحل تابل وكروية ثوم فلفل أحمر ملح وكمون. وبالنسبة للكمون أنا نحط مرتين، نحط مرة تويكا كما تشوفوا من الأول مع الفحات الكل، ومرة أخرى من الآخر قبل ما نطفي عليها نزيد نحط كمون. تو نوريكم بعد كيفاش. وبيان سور تويكا نحركو كل شيء ونخليهم هكاك على نار هادية شوية يتقليو كيف كيف بالكدا، خاطر مرحلة متاع التقلية من الأول مهمة برشا. وتو نصبو الماء كما تشوفوا مرقتلها تويكا، حوالي حطيت 2 كيسان ماء كبار. وتو كي قريب تحضر الكمونية نحطو مغرفة كبيرة كمون ونحركوها بالكدا. الحاجة هذية تزيد تعطي فيها بنة بنة. وكها ونطفيو عليها وحضرت الكمونية. ما شاء الله بنينة بنينة برشا وريحة فاوحة ما نحكيلكمش. جربوها كان عجبتكم. وما تنساوش باش تشجعوني كالعادة بالاشتراك عندي في القناة، حاجة تفرحني برشا. وحطوا لي جيم ولي كومنتير متاعكم وان شاء الله نرجع لكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وتنقل لكم باي باي.